السلام عليكم جميعا، معاكم جيهان. النهاردة هنعمل الكوسة بطاطس بالبشاميل. دي حاجة بقى جديدة كده جميلة، بحاول ادخل الكوسة في اي حاجة عشان الولاد ياكلوها بسهولة، فعملناها بطريقة لطيفة كده. تعالوا نعملها مع بعض وهتعجبكم ان شاء الله. الاول انا بعمل البشاميل زي ما احنا متعودين، حط الزيت وقطعة زبدة ولتر اللبن، عليه 4 معالق دقيق. لو عايزة تعملي كوبايتين لبن وكوبايتين شوربة زي ما يعجبك برضو. بمشي بقى عليهم الأول، بسخن الدقيق مع الزبدة على أساس برضو الدقيق يستوي، وبعد كده بحط اللبن شوية شوية علشان أقدر أتحكم في كثافة البشاميل اللي أنا عاوزاه. يعني عاوزاه سايب شوية تستوي فيه الحاجة، ولا تقيلة زي ما أنا عاوزة، أو حسب كل طبخ. زي ما احنا شايفين بيتقل معايا على طول يعني. طبعا انا بجري الفيلم شوية علشان ما اطولش عليكم، بس بتوصل الكثافة اللي احنا عاوزينها. وبحضر معايا قالب ماجي او فاين فودز علشان نظبط طعم البشاميل، ومعاه معلقة ملح وحبة فلفل اسود صغيرين. بيدوا طعم لطيف كده. انا طبعا هكون مجهزة العصاج. هكون عاملة اللحمة المفرومة معصجة بالبصلة والتوابل بتاعتها، فمش هحتاج على الكوسة والبطاطس غير ملح وفلفل بس، زي ما هنشوف مع بعض كده. بجهز البشاميل الأول علشان يبقى جاهز معايا، واحط له كده اي قطعتين جبنة مطبوخة، بتدي برضو كثافة كده وبتبقى لذيذة مع البشاميل. زي ما احنا شايفين كده، ده كيلو كوسة مقطعاها جوليان قشراها، والبطاطس مقطعاها زي الشيبسي بالظبط علشان ما ياخدش سوا معايا. وده نص كيلو عصاق اللي هو اللحمة المفرومة، ومعلقة بقسماط وحبة فلفل وملح وواحدة ماجي. واحدة الماجي دي انا استخدمتها في البشاميل. زي ما احنا شايفين كده، احنا لما نيجي نقشر الكوسة، قلت هوريكم برضه عشان بناتي الصغننة. لما نيجي نقشر الكوسة انا بكحت قشرتها كده، مش بقشرها زي البطاطس والحاجات دي، عشان القشرة مفيدة جدا. ف... فبحاول ان انا يعني اشيل الحاجة الطبقة الخارجية بس مش اكتر. بس بجيب بقى الصينية بتاعتي، بنحط في قاعدة الصينية حبة بشاميل، يعني ما يتحطش زيت ولا يتحط زبدة ولا يتحط حاجة، هو أهم حاجة البشاميل. هيحافظ على ان الطبقة اللي تحت ما تتحرقش، وهيخلي كل الطبقات مليانة بشاميل، لان احنا هنوزع البشاميل على الطبقات كلها بتاعت الصينية. بس وهنوزعها برضو طبقة كوسة. صدقوني هتبقى جميلة جدا، والولاد مش هيحسوا بالطعم مختلف خالص. بس هي الكوسة مفيدة جدا في كل حاجة، وخصوصا في وقت المذاكرة والامتحانات، غنية جدا بالفيتامينز، وهتبقى مفيدة جدا في الوقت اللي احنا فيه ده. فبنحاول ندخلها في أطباق كتيرة، تبقى جوه كده البطاطس من غير ما حد ياخد باله. طبعا نفس الوصفة دي ممكن اللي هي للبطاطس جراتان، اللي هي بالجبنة والبشاميل بس، يعني ممكن تتعمل نفس الطريقة. البطاطس برضو بتتقطع شبس، وبتتحط ما بين طبقاتها الجبنة والبشاميل، بس بتطلع برضو منتهى الجمال. بس انا مرة بقى بعملها في قوالب، يعني عشان تطلع كل طبق القالب بتاعه كده على جنب، بيبقى معاها ستاك ومعاها سوتيه، بتبقى جميلة جدا. في بعض الافكار برضو ممكن يطلعها من كل وصفة، مش لازم الوصفة تتعمل بحذافيرها، ممكن تتعمل كل واحد ياخد فكرة منها ويعملها.
دي جبنة اللي هي الشرايط اللي بنجيبها دي بتبقى لطيفة، يعني بتدي برضو مطة كده للبشاميل. اي بواقي جبن بستخدمها في البشاميل، والصواني دي يعني بحاول ان احنا ما نرميش حاجة. اتبقت عندي جبنة مرميهاش، اخدها ابشرها واحطها في الفريزر. بس زي ما احنا شفنا كده بالظبط ده الترتيب بتاع الصينية. وبحط طبعا البشاميل زي ما احنا شايفين. هتاخد معايا ساعة الا ربع في الفرن على حرارة 200 برضو. بتأكد طبعا انها كل الخضار متغطي. وبكون مجهزة معلقة بقسماط ناعم بيتحط على الوش، بيدي طعم كريسبي كده جميل قوي، وبيتحمص. يعني ما نشوفه برضو في نهاية الفيلم كده هنلاقيها متحمصة، شكلها جميل جدا. بس كده الوصفة انتهت وما خدتش وقت خالص، وحاجة خفيفة جدا ممكن يتعمل جنبها بطاطس شيبسي أو لحمة كباب حلة. واشوفكم على خير دايما. تمني